عجبني قوي انه ازاي انت هتستثمر في بلد بتاكل رجلين الفراخ. يعني ما عادش فراخ، هاكل الرجلين، طب اجي اكل رجلين ليه؟ هو ده الاعلام. وبعدين عيل معفن بنكله، مش عشان هو فقير، كلنا فقراء لربنا. دخل محل كشري، حصل موقف، بقى ترند يا جماعه، وابتدى يعمل اغاني. ايه التفاهه اللي احنا وصلنا لها دي؟ ترند ايه وزفت الطين ايه؟ تعالى تتصور معايا، تديني كام تصور برامج لما تطلبوا تدفعوا لي كام؟ مع احترامي للزبالين فوق دماغي وطبقه كادحه محترمه، انما الولد ده دي التفاهه اللي احنا وصلنا لها. خناقه بين عمرو اديب واحمد موسى وبين نجيب ساويرس. قعدنا في الخناقه دي بقى اسبوعين، وبعدين نجيب في الاخر قال لك عمرو حبيبي وصاحبي، احنا اصحاب من زمان. يعني انتوا عمالين تدوخوا البلد كلها، شاتمين في بعض، ده المطبلاتي، لا انت المزمراتي. لا يا جماعه، لازم يبقى في انضباط في البلد. لا لا لا، البلد دي مش ملك حد، البلد دي ملك الشعب، والشعب روحه في مناخيره منكم. تاني، الشعب روحه في مناخيره منكم. ويا سياده الرئيس انا بقول اهو، الناس بتقول كده، روحنا بقت في مناخيرنا. يعني نجيب ساويرس ملياردير، عمرو اديب ملياردير، احمد موسى ملياردير، تمام؟ قال لهم الطبله ناقصه واحد، لا انت الواحد اللي ناقص، يلا يا حرامي يلا اللي استفدت من مبارك. لا يا فندم، لا دي مش مصر دي. وبعدين نفاجئ السيد وزير العدل عامل لنا قانون انا اتكلمت فيه قبل كده، انه اللي يتجوز يدفع 30,000 جنيه. لمين؟ عايز اعرف يديها لمين؟ مش فاهم انا فاكر سيادتك يطلع قانون بتخفيض اصول المأذون، انما 30,000 جنيه في زمن اخبر والشباب طالع بيتخرج ما بيشتغلش. انما للاسف الشديد، هو في يا جماعه ايه اللي في البلد؟ وبعدين انا ما اعرفش اتجوز الا لما اروح للقاضي يقول لي اتجوز ولا ما اتجوزش. انا اعرف ده يا جماعه لما اكون قضيت. والخلع برضه لازم يتلغي بصراحه. قانون الخلع ده انا من اول يوم مسميه قانون بيسموه ايه؟ خلو الرجل. بتشجعوا البنات على الانحراف. البنت تعرف واحد يقول لها كام ده، يعني ده لك كام؟ هو ده خلو رجل. والله ده مؤخر 200,000 بس، خد يا بنتي اديهم له واخلعي. وبعدين قانون ما فيهوش لا استئناف ولا نقد ولا في حاجه. هو في كده يا جماعه؟ لا احنا مجتمع اسلامي، هدلنا مجتمع اسلامي، واللي بيحصل ده بيخرج عن. وعايز اقول للشيخ الازهر، ما حضرتك ما تتحرك انت ولا المفتي، سيبك منه. المفتي يفتي زي ما الناس عايزه، تمام؟ ولا حضرتك بس المفتي يطلع يقول لك رمضان هيبدا امتى ورمضان هيخلص امتى. ده مش دورك. لا انت ليك دور تاني خالص، انت ومولانا فضيله الشيخ الازهر. لما نقول 30,000 جنيه يتقال ليه؟ والقاضي اللي يقول يتجوز ولا ما يتجوزش برضه السؤال ليه؟ يقول لك ايه؟ انا راضي وهو راضي وانت مالك يا قاضي. على فكره ده كان مثل زمان تقريبا بيتطبق دلوقتي. البنت والواد كده، انا راضي بيها وهي راضيه بيا، انت مالك يا قاضي؟